شايفين ده وده وده وده، كل واحد فيهم كان ده. زمان الكلمة دي ما كانتش شتيمة، دي كانت مهنة ظهرت في القرن ال19، واتكلم عنها مستشرق إنجليزي اسمه إدوارد ويليام، وهو عاش في مصر كذا سنة وألف كتاب اسمه المصريون المحدثون، بيتكلم عن مظاهر الحياة المختلفة في المجتمع المصري في أوائل القرن ال19. وإدوارد في كتابه اتكلم عن المهنة دي وقال إن المهنة دي ظهرت علشان كان في عائلات محافظة بتحب فكرة الرقص في حد ذاته، بس ما كانتش بتحب منظر الستات وهي بترقص، كانت شايفة إن ده عيب وغلط. طب يعملوا ايه؟ ما يفرحوش؟ ما يهيصوش؟ لا طبعا، لازم نشوف حل في الموضوع ده. قال لك بس احنا هنجيب راجل هو اللي يرقص، بس ما يبقاش راجل قوي يعني علشان برضه ما يفصلناش. ادوارد وصفهم بانهم كانوا بيجمعوا بين صفتي الذكر والانثى، وكانوا بيمسكوا سجات ويلبسوا لبس ضيق ويتحزموا واديله ادي بقى. وعلشان يعيشوا اللحظه قوي بقى كانوا بيطولوا شعرهم ويعملوا ضفاير ويحلقوا شنبهم ودقنهم. ما هم لهمش لازمه صحيح. واسمع الجمله اللي جايه دي بقى: كثيرا ما ينتقبون ويسيرون في الشوارع في غير وقت الرقص وهم لا يفعلون ذلك خجلا وانما يفعلونه تقليدا للنساء فقط. بسم الله ما شاء الله، ده الموضوع اتطور قوي بقى، ما بقاش مهنه، ده بقى اسلوب حياه. طب وليه اتسموا بالاسم ده؟ الكلمه دي معناها الخدم او العبيد، وهم شافوا انهم في نفس الفئه دي. لكن شوف يا اخي، الايام تلف وتدور والمهنه نفسها تختفي، بس الصفه بتاعتها هي اللي تفضل عايشه لحد دلوقتي.